لو تصير شمسنا هذه سواد، لو تكون أرضنا كوم رماد، لو أخاف شعبنا تحت الزناد، لو يظنوا أننا جمع وباد، قسمان قسمان قسما يلقوننا في كل واد، حينها ستعتلي رايات تلك رايات الجهاد. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم الكبير. النهارده معانا قضيه مهمه جدا وقضيه بتشغل كتير قوي، سواء كنت في جامعه او مهما كانت مرحلتك العمريه. من واحنا صغيرين بيجي في بالنا دايما اللي هو انا عايزك تكون احسن حد، عايزك تكون افضل حد. طيب تعالوا بينا كده نشوف قصه صغيره ونتكلم عليها واحده واحده. كان في واحد بيخدم ربنا، بصوا يعني بيعبده بطريقه يعني مفيش حد هيعبده زيه. المهم ان هو كان سباق بالخير وما كانش بيزهق، وكان بيحب ربنا من كل قلبه، وكانت ثقته بربنا كبيره جدا وواصله لدرجه عميقه جدا. قبل ما يعمل اي حاجه هتلاقيه دايما بيستخير وبيعتمد على ربنا وبس. ده اللي بيعمله، هو بياخد بالاسباب وبيثق في ربنا في الحاجات سواء الكبيره او الصغيره. عشان في يوم من الايام العبد ده قابل مشكله كبيره جدا، كانت الظروف زي ما بنقول كده متعقده، خلاص شعر بالضياع والضغط واليأس وكل حاجه، ما كانش عنده اي حل او اي فكره عشان يحل بيها المشكله اللي هو وقع فيها دي. بس برضه احنا كنا بنقول في اول القصه ان هو كان واثق في ربنا جدا. يعني الراجل ده ما فقدش الامل، عشان هو عارف بكل بساطه ان ربنا قادر على حل اي مشكله. مره من المرات خرج العبد ده للمسجد وبدا ان هو يدعي بصوت عالي، طلب من ربنا ان هو يمد بمساعده، اللي هو المحنه دي صعبه قوي. المهم دعوات الراجل ده زي ما بنقول احنا كده في العاميه بتاعتنا ان هو ده دعوته ده بيدعي بحرقه عشان يرجع لبيته ويبدا ينتظر بصبر شديد. ما عداش وقت طويل عشان بدا يبان له تدريجيا ان ربنا بدا يساعده، عشان في وقت من الاوقات يلاقي ان يجي له تليفون من شخص هو مستحيل هو ما يجيش على باله ان الشخص ده يكلمه، عشان يلاقي صاحبه ده بيقول له الكلام ده هو صاحبه ده ما يعرفش ايه مشكلته او الشخص ده ماله، بس هو بيقول له حاجه والحاجه دي ماشيه في السياق اللي الراجل ده فيه. بعد كده بكام يوم يلاقي على البريد الالكتروني بتاعه واحد صاحبه بيعرض عليه فرصه عشان يحل بيها ازمه ماليه عنده. هو الايام بتعدي والراجل ده ملاحظ حاجه غريبه، في ايه ده الدنيا عماله تحل واحده واحده، عشان العبد ده يلاقي ان في شويه مواقف وشويه حاجات بتخلي الواحد او يتاكد ان ربنا بيساعده واحده ورا الثانيه ورا الثالثه. كل ما يعوز مساعده يلاقي شخص جاي وبيقدم له المساعده من غير ما هو يروح له، من غير ما يطلب. بدا صاحبنا ده يشعر بالراحه والسكينه، اللي هو ياه انا كنت ازاي شايفها كده، ما بقتش حاسس بالضغط ولا القلق، انا كنت عارف ومتاكد ان ربنا مش هيسيبني. بعد شويه وقت كده مشكله العبد ده اتحلت نهائي، وبقت ايامه عاديه خالص، وبقت ايامه افضل بكتير من الايام اللي كانت قبل كده. طيب الفكره بقى هنا احنا قلنا ان الراجل كان محتاج مساعده، وان الفكره ان هو في الوقت الزنقه بتاعه ده وقت المحنه بتاعته دي ما كانش ان هو لا راكن على جنب اللي هو انا متضايق فخلاص مش هساعد حد، لا ده كان بيساعد الناس والكلام ده كله. فكان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. ننتقل بقى لحاجه تانية، الحاجه اللي احنا كنا بنقول عليها من الاول. دلوقتي احنا بنتربى ان هو انت اطلع خليك احسن بني ادم، خليك كذا خليك كذا. جميل، الطموح كويس جدا ومفيش حد ما بيبقاش عايز نفسه احسن بني ادم، بس اللي بيطلع ايه اللي هو لا انا عارف المعلومه دي هحتفظ بيها لنفسي عشان غيري ما يسبقنيش بيها، ما هو انا كده هو كده محتاج لي فانا كده احسن. اللي هو انا مش عايز فلان يبقى احسن مني، اللي هو لو عايز مساعده انا مش هديها له، ليه؟ انا عايز ابقى انا بس الواد الفيرود زي ما بيقولوا كده، اللي هو هبقى مني للجون، هبقى انا بس المميز وانا بس، فعارف اللي هو انا بس. تعالوا بقى ننتقل لقصه كان في حد بيحكيها، ودي كانت من ارض الواقع وقصه في قلب الجامعات. في شخص بيحكي بيقول انا كنت عامل ملخص لماده معينه، ودكتور جه قبل الماده باقل من 24 ساعه
وغير المنهج وطلع ان هو كان مدينا ماده لقسم تاني واحنا حاجه تانيه خالص. صاحبنا بيقول ان هو قعد، كان في ساعتها في اليوم ده ماتش، صاحبنا ده قال لك لا طب انا اقعد اعمل الملخص ده قبل الماتش وانزله للناس. المهم صاحبنا ده عمل الملخص وبعته للناس على الجروب، وراح يتفرج على الماتش ورجع تعبان. قال لك ايه، خلاص الصباح رباح، انا هصحى الفجر هبدا بقى ان انا اذاكر واروح على الامتحان على طول. صاحبنا ده بيحكي بيقول لك ان هو صحي الساعه 7 الصبح والامتحان 8:30 وخلاص ما فيش وقت. من هو فضل في المواصلات يفضل هو عمال يحفظ اي حاجه تيجي قدامه، كيرف احفظ كيرفات كلها مش عارف. المهم ان هو قعد يحاول يحفظ الاجابات لان هو ما ذاكرش. هو كل اللي عمله ان هو عمل الملخص ونزله على الجروب وراح نام وصحي على امل ان هو يصحى الفجر وراحت عليه نوم. يشاء ربك ان هو يخش الامتحان، كان اي سؤال قدامه بيقعد يكتب. هو ممكن ما يكونش متخيل هو بيكتب ايه، بس هو قاعد يكتب عشان يشاء ربك يوم النتيجه صاحبنا ده بيقول ان هو جاب امتياز في الماده. شوف سبحان الله، يعني واحد زي ده لو كان دخل من غير ما كان يساعد غيره قبلها بيوم كان ممكن واحد شال الماده، شال اي حاجه، لكن كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. قصه برضه تانية من الجامعات، كان في واحد بيحكي برضه ان كان في شخص كان في تواصل ما بينه وما بين الدكتور وكده، فالدكتور كان بيبعت للشخص ده اللي هو حاجات عشان المفروض ان الشخص ده يبعتها للناس كلها، وبالتالي الشخص ده كان بيحتفظ بالحاجة لنفسه. وبعد كده اكتشفنا ان الشخص ده شال المادة ليه؟ هو عشان كتم علم. هو كان خايف ان اصحابه الباقيين لو خدوا الحاجة هو كمان هيبقى زيه زيهم او هم هيتفوقوا ويبقى احسن منه. لكن الحكاية والقصة مش كده. الحكاية والقصة ان الدرجات رزق، الفلوس رزق، العيال رزق. الرزق بالنسبة لنا في الايام الحالية اللي احنا فيها دي هو فلوسه بس، اللي هو احنا كطبيعي يعني احنا كلنا عايزين نبقى معانا فلوس، ودي حق مشروع ودي حاجة بديهية يعني. لكن ما نخليش ده يطغى على اننا نبقى احنا يعني اللي هو انا وبس. ونفتكر دايما ان كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. وبس كده، دي تكون نهاية الحلقة النهاردة. اشوفكم الحلقة الجاية، سلام.